النهارده بقى نحط التين الشوكي في الخلاط أو في الكبة وهنعمله بطريقة روعة جدًا، 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 انسى أي طريقة تانية جربتيها قبل كده، ويالّا بينا بسرعة مع بعض كده عندِك كبة، هاتيها بسرعة، عندِك خلاط جميل ما فيش أي مشكلة، هنعمل النهارده التين الشوكي بطريقة روعة، هنحطه في الكبة والّا في الخلاط، وهننسى أي طريقة قديمة عملناها. أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، منورين ومشرفين أحلى إخوات وأحلى متابعين في العالم كله. طبعًا إخواتي وحبايبي اللي أول مرّة يتفرّجوا عليَّ، دي شُغلة وحكاية، بنعمل شُغلانة مع بعض وبنحكي الحكاية، حكاية من الحقيقة، حكاية من الواقع، حكاية اجتماعية إحنا كُلّنا عايشينها، أو أختِك أو بنت خالتِك أو بنت عمتِك أو عمتِك أو صاحبتِك أو جارتِك أو أي حد بيمُر بالمشاكل دي. بس طبعًا مع بعض الأول قبل ما نحكي الحكاية، هندخل على الموضوع على طول، ونشوف هنعمل إيه النهارده في التين الشوكي، وطبعًا إحنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، التين الشوكي الجميل هننقعه في المَيّة الساقعة المتلجة، أو عندِك قطع تلج يا سلام! عايزة أقول لِك التلج بيخلّي الشوك ده ينزل بطريقة أنتِ نَفْسِك مش هتتخيليها كمية الشوك اللي هتلاقيها على المَيّة، المَيّة دي متلجة يا جماعة جايباها من المُبرِّد، بس كنت مشغّلاه طبعًا من قبلها بفترة والمَيّة تلج التلج التلج، عايزة أقول لِك 10 دقايق بالضبط أو أقل من 10 دقايق هتنقعي كمية كبيرة جدًا من التين الشوكي في المَيّة المتلجة، وهتقدري دلوقتي تمسكيه بكل سهولة زي ما أنتم شفتوني في أول الفيديو هتتابعوني لآخر الفيديو هتلاقوني ماسكة التين الشوكي بكل سهولة وبكل حُب، عادي جدًا، جدًا زي ما أنتِ شايفة ما فيش أي مشكلة خالص، لا بيشوِّك ولا في شوك ولا أي حاجة، ما شاء الله اللهم بارك، الطريقة النهارده هتعجبِك جدًا، 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 وهاستاهل عليها مليون لايك ودعم حلو منِّك يا أختي الغالية، وإخواتي كلّكم الغاليين على راسي طبعًا من جميع أنحاء الدول العربية. والغير عربية والعالمية إن شاء الله بفضلكم وبدعمكم شُغلة وحكاية هتوصل للمليونية إن شاء الله، ده أملي في ربنا سبحانه وتعامل سبحانه وتعالى وأملي فيكم كمان إن شاء الله، إن شُغلة وحكاية هتوصل للعالمية وللمليونية إن شاء الله بدعم إخواتي وحبايبي الصادقين الحلوين الجُمال، اللي هيعملوا لي أجمل لايك وكومنت حلو وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو، في فيديوهات جميلة جدًا على قناتنا إن شاء الله مع بعض هنوصل بإذن الله. يالّا بقى يا حلوين ندخل على الحكاية على طول، وزي ما أنتم شايفين معايا الفيديو شغال وكل حاجة مكتوبة على وش الفيديو وعلى الفيديو وهنقول الحكاية بتاعتنا. طبعًا قالت لي: "بافتش في تليفون جوزي لقيت كارثة، بافتش في تليفونه لقيت مصيبة." طيب في مشكلتين هنا دلوقتي إحنا اتعرضنا لهم، هنحكي المشكلة الأول وبعد كده هنشوف المشكلة الأكبر والأكبر. هكّرت تليفون جوزي وطبعًا اتصدمت من اللي شُفته من تليفونه. طبعًا جوزي للأسف الشديد لقيته طبعًا طبيعي للأسف الشديد مش عايزين نزعّل الرجالة مننا، مش كل الرجالة طبعًا، ومش كل الحريم، ومش كل البنات، ومش كل الولاد، وحاجات كتيرة، وكل قاعدة ليها شواذ. طبعًا زوجها للأسف الشديد كان بيخونها، وللأسف الشديد كمان يا بنات كان بيخونها مع مين؟ مش هتتخيلوا. تفتح تليفونه كده لقيت محادثة، بافتح تليفونه لقيت محادثة، ومحادثة طبعًا سخنة جدًا. اتصدمت جدًا، 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 والكارثة لقيته مع مين كمان، يعني الكارثة الكبيرة لقيته بيكلم مين مش هتتخيلوا، لقيته طبعًا داخل في علاقة عاطفية، نارية، علاقة كل ما تتخيلوا وكل ما دماغكم تجيب، للأسف الشديد هي الحكاية فعلًا حقيقية، وحكاية طبيعية من الواقع، وكل قاعدة ليها شواذ، وزي ما في حريم كتير كويسة، في برضه ناس كتير أو ستات كتير مش كويسة، وزي ما في رجالة كتير كويسة، في رجالة كتير مش كويسة، للأسف الشديد طبعًا إلا من رحم ربي، التناية دي ما لقيناهاش مضبوطة هنرميها. طبعًا كل يوم بالاقي الرسايل واسمع المحادثات، وللأسف الشديد بيكلم واحدة متجوزة. المصيبة الكبيرة هو متجوّز وهي متجوّزة، وعايشة مع جوزها قصة حُب خطيرة، وعندها ولاد وللأسف الشديد ولادها في سِن ولادي، كنتش أتخيّل في حياتي أبدًا إن الصدمة والمصيبة دي تطلع منها. جارتي للأسف الشديد حبيبتي اللي بتدخل بيتي، صديقتي، يا سلام عملت محشي باودّي لها، عملت ملوخية بتجيب لي طبق، رايحين جايين عند بعض وآخر حُب واللي قدّامي بتبقى هي وجوزها سمنة على العسل، وهي بتطعني في ضهري بالخنجر وبتكلم جوزي وماشية معاه على التليفون للأسف الشديد، وداخلين في علاقة غير محترمة.
يعني أنا صراحة جالي صدمة، أنا سكتّ ساعة ما شُفت الرسايل، ولمّا شُفت الصدمة خدتها على صدري وسكتّ وقفلت بُقّي وما عرفتش أتكلّم، قفلت بُقّي وبعد فترة من الوقت كام يوم كده باتابع بقى الرسايل اللي رايحة واللي جاية، لقيت نفسي شايطة ومش قادرة أتكلّم، اتصلت عليها من تليفون للأسف الشديد أختي. اتصلت عليها، هي طبعًا ما تعرفش تليفون أختي، وهددتها وغيّرت صوتي إن أنا هاقول لجوزها وهافضحها وهاعمل واسوي، في نفس اللحظة طبعًا أنكرت إن هي تعرفه أساسًا وما أعرفش حد بالاسم ده والكلام ده كله وما حصلش والكلام ده كله. في الوقت ده أنا كانت طبعًا يا دوبك أنا قفلت معاها، اتصلت هي بالإيه، بالبي والأستاذ، طبعًا أنا كنت واخدة كل المحادثات سكرينات وواخداها معيناها معايا على تليفوني وتليفون أختي كمان. في الوقت ده طبعًا الأستاذ اتصل عليَّ، وإزاي سِت محترمة زيِّك تسمح لنفسها إن هي تهكّر تليفون جوزها، أو تجسِّس على جوزها. هي قصتك كلّها دي، يعني هي قصتك كلّها إن أنا اتجسِّست عليك وقفشتك ومصوّرة خيانتك أنت وهي؟ هي دي القصة كلّها؟ إزاي عايزة تخربي بيت واحدة محترمة؟ لو هي واحدة محترمة ما كانتش اتصلت عليك وكانت اتكلّمت معاك بالأسلوب ده وكنتم عملتوا علاقة على التليفون بالطريقة الغبية دي. طبعًا ساب كل المشكلة بقت هي محترمة وأنا اللي بقيت غير محترمة، أنا السِت اللي قافلة على بابي وقافلة على ولادي وعايشة مع ولادي وعايشة مع جوزي وحياتي مستقرة يُعتبر، كنت مفكّراها مستقرة، كل حقوقه الشرعية وكل حاجة مدّياها له، ما باقصّرش في حقّه خالص ولا حق بيته، طَب أنا فين العيب فيّا؟ طَب أنا طبعًا انهارت جدًا من العيط، للأسف الشديد مش عارفة أتكلّم مع بابا ولا عارفة أتكلّم مع ماما ولا عارفة أحكي لحد. أختي بس طبعًا وحلّفتها 100 حلفان إن هي طبعًا ما تقولش لحد، طبعًا حاولت إن أنا ألاقي حد لازم ألاقي حد عشان أنقل الحاجة دي على التليفون، عشان ممكن ياخد تليفوني ويمسح كل حاجة طبعًا غصب عني، وفي الوقت ده مش هيبقى معايا أي دليل، فعرّفته إن في تليفون تاني محطوط عليه كل حاجة، عشان أنت لو أنكرت طبعًا كل حاجة موجودة ومكتوبة ومتسجلة بصوتك وصورتك وصورتها ومناظر طبعًا غير طبيعية. أنا عايزة بس أسأل إزاي الراجل طب ما ليش دعوة بالراجل، أنا عايزة أسأل بس إزاي كسِت متجوزة تقبلي على نفسِك المنظر ده، وتقبلي على نفسِك الأسلوب ده، وتقبلي على نفسِك الكلام ده، وتقبلي على نفسِك تعملي حاجة زي كده حرام أساسًا، وتبُصّي لجارِك اللي هو صاحبته اللي هي مراته صاحبتِك وحبيبتِك، وأنتِ جوزِك زي الفل ومعاكِ ومعيّشِك ومهنّيكِ، ليه يا جماعة ليه كده؟ ليه الخيانة وصلت للدرجة دي؟ ليه المناظر والحاجات اللي إحنا قعدنا بنسمعها دي ليه كده؟ أنا تعبت وأعصابي تعبت وما عُدتش قادرة أستحمل. صرّفوني ودبّروني أعمل إيه؟ هل أنا كنت غلط أصلًا إن أنا هكّرت تليفونه وإن أنا كنت باتجسّس عليه والّا كنت غلط أصلًا لمّا اكتشفت خيانته والّا غلط إن أنا اتصلت عليها والّا غلط إن أنا ردّيت عليه ب ب ب ب بشدية وبحِدة والّا إيه، حاجات كتيرة جدًا هي كلّها غلط في بعضها، بس الغلط الأكبر طبعًا أنا باعتقد إن الغلط الأكبر عنده هو، والّا كنت أنا أفضل على غُماية وقافلة عينيّا وقافلة وداني وعايزة أعيش في الوهم طول عمري وأفضل كده ساكتة وكانة وعاملة نَفْسي مش واخدة بالي وعاملة نَفْسي تايهة، أعمل إيه، أتصرّف إزاي؟ أقول لبابا والّا أقول لماما والّا أرفع عليه خُلع والّا أرفع عليه طلاق والّا أفضل قاعدة وساكتة، اللي عمله مع جارتي هيعمله مع ناس كتيرة جدًا. الغريبة إن هو اللي بيتهمني هو بالخيانة، بالتجسُّس وبكل حاجة، طبعًا هو ساب نَفْسه خالص وبيتهمني أنا، مش عارفة أتصرّف إزاي صراحة، أعصابي تعبت منّه جدًا، جدًا، ما عُدتش عارفة أتعامل معاه أساسًا، ما عُدتش قادرة أبُص في وشه، ما عُدتش قادرة أتعامل معاه، ما عُنتش حاجات كتيرة جدًا، صرّفوني ودبّروني بجد أنا تعبانة جدًا، جدًا، ما كنتش أتخيّل في يوم من الأيام لإنّي كنت باثق فيه ثقة عمياء. طبعًا أختي وحبيبتي ربنا يبارك فيها يا رب، هي اللي طبعًا صاحبتي بعتت لي الرسالة دي وقالت لي: "خلّي المتابعين الحلوين بتوعِك بما إنِّك أنتِ شُغلة وحكاية وبتحكوا الحكايات وبنحاول إن إحنا في ناس عندِك بتتجاوب جميلة جدًا وبترُد على الحكاية." تعمل إيه، تتصرّف إزاي، وإيه الغلط اللي هي عملته؟ طَب هي الغلط حصل خلاص وهي فعلًا اكتشفت الخيانة، تعمل إيه مع جارتها وتعمل إيه مع جوزها؟ تتصرّف إزاي؟ تخرب بيتها طيب والّا بولادها والّا جوزها والّا دنيتها والّا جارتها والّا تنقل من الشقة خالص؟ مشكلة كبيرة جدًا.
فوق ما تتخيّلوا، وفوق سقف توقعاتكم ما تتخيّل، يعني بيت تعتبر بيت خِرِب، والبيت الجارة اللي قدّامه برضه بيت خِرِب. الشقة تمليك، طَب أبيع شقتي والّا أروح فين والّا آجي منين؟ مش عارفة أعمل إيه، أتصرّف إزاي، آجي منين، أروح فين؟ البنت بجد، بجد منهارة جدًا، جدًا، مش عارفة تعمل إيه، مستنية آرائكم الجميلة، مستنية رأيكم بجد في مشكلتها، مستنية الدعم منكم، وهتستنى إن شاء الله إن أنتم تردوا عليها بإذن الله. طبعًا إيه رأيكم النهارده عملنا النهارده أحلى عصير تين شوكي روعة، روعة، مغذي جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا. عملناه بالحليب، صفّيناه أو ما تصفّيهوش براحتك جدًا عادي ما فيش مشكلة خالص، بالحليب وبالعسل، ولو عندِك قشطة بقى يا سيدي، ولو عندِك كمان لبن بودر معلقتين 3 لبن بودر، على معلقتين 3 قشطة، على معلقتين عسل، على كوباية حليب، وتعملي أحلى كوباية عصير تين شوكي مغذي جدًا، جدًا. استنهزوا الفرصة، التين الشوكي مليان في السوق، مالي السوق، هاتوه وشرّبوه لولادكم واشربوا منه كتير جدًا، جدًا، واستفادوا بكل حاجة فيه، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة إن شاء الله.